من مدة يا اختي لقيتني صاحية من النوم وعمالة بصرخ بالصوت الحياني. الله 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 الله، مالك يا بامبا؟ سلامتك في ايه؟ جنبي جنبي يا ابو سيد، سلامتك. جنبي زي ما تكون حاطط فيه صاروخ نار. لا الف سلامة. حالا اروح اجيب لك الدكتور. اروح معاك يا ابو سيد؟ ده لو جه هنا هياخد الشيء الفلاني. ياخد قد ما ياخد، المهم اشوفك طيبة يا بامبا. بقول ايه يا ابو سيد؟ نعم. احطش رغيف سخن يا اخويا؟ رغيف يا اخويا ولا شوية ردة؟ ردة ايه؟ تمص الوجع. اوعي تعملي حاجات زي دي. رغيف ايه وردة ايه يا بامبا؟ لازم تستشيري الحكيم الاول. والراجل يا اختي ما كدبش خبر، هنكر الحق. وجه الدكتور وكشف علي، وبعد ما كشف عليا كتب الروشتة واداها لابو سيد وهو بيقول له الحالة اللي عندها بسيطة وفي أولها من حسن الحظ، وإذا مشيت على العلاج هتبقى عال قوي ومش هتجيلها الحالة ديت أبدا. متشكرين يا دكتور، متشكرين قوي. وأهم حاجة الحقن دي 7 حقن كل يوم حقنة. أنا هنزل أشتريهم حالا وعلى طول. يمكن غاليين شوية لكن فيهم الشفاء بإذن الله. ونزل ابو سيد جاب الحقن. خدت اول حقنه الوجع قل، خدت تاني حقنه تقوليش يا اختي هو سحر، لقيت جنبي خف، قلت الحمد لله. لكن يا اختي ما فاتش يومين 3 ولقيتني صاحيه يعني الله 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 الله، مالك يا بامبا؟ سلامتك في ايه؟ جنبي يا ابو سيد زي ما تكون حاطط فيه صاروخ نار. الف سلامه يا بامبا. تاني انزل اجيب لك الدكتور حالا. غريبة، الحالة جديدة قوي أكتر من أول مرة. مش معقول انت خدت الحقن اللي قلتلك عليها؟ امال طبعا يا دكتور خدتها، ده انا اشتريتها بنفسي. غريبة، امال الحالة دي جات لها تاني ازاي؟ الحقيقة بقول ايه يا دكتور، انا لقيت الوجع يا اخويا راح، ومن تاني حقنة بطلتها وقلت بلاش اشكشك جدتي. يا ستي لو كنت اعرف ان حقنتين كفاية كنت قلتلك تاخد حقنتين بس، لكن انا قلتلك 7 حقن عشان نقضي على المرض نهائي. والحل يا دكتور؟ الحل محتاج دلوقتي